زيت زيتون، مساء الخيرات، مساء الخير. تعالوا لأحكي لكم شو صاير هون. بس أشغل الضوء. أول شي صليت العشاء، تاني شي جهزت ورق العنب والرز والحشوة هلا بدي أخلطها، تالت شي نيمت الأولاد يعني. هلا موعد نومهم، عم بتعشى سباجيتي واشرب عيران. كمان عم شوف الأخبار، فهلا كمان من شوي فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والاحتفالات ولعانة برا، والطيارات ما هديت. وشو كمان يعني بدي أحكي لكم عن جد الأصوات، الألعاب النارية، كله مع بعضه. فبس والله هلا بدي أجهز مشان بكرة عيد ميلادي، ويمكن هو على الأغلب أعمل شي. قلت لحالي خليني أكون جاهزة من هلأ إذا عملت أي شي. اوريدي كمان جهزت مسلسل. بالمناسبة حطيت بالحشوة دبس بندورة معلقة، وحطيت كوميات دبس رمان، وحطيت معلقة بن كبيرة، وشو كمان يا بيان، حطيت ملح، شوية فلفل، كتير توم وشو كمان، وزيت زيتون. هلا بالعادة بحط مثلا بندورة قطع صغيرة وبقدونس، اليوم ما حطيت، ما بعرف مو جاي بالي حط، فبس هيك والله هي اللي حطيته هون. واكيد رح تطلع طيبة اكيد. هلا هون عندي صدور دجاج قطعتهم هيك مكعبات للشيش، فبكرة بدي اعمل فيهم شيش. هلا رح تبلهم بالبهارات. هون عندي بهارات هيك مشكلة فيها كاري وعدة أنواع من البهارات، تنحط للبطاطا بس كمان كتير طيبة معها، وعدة أنواع من البهارات تنحط للبطاطا بس كمان كتير طيبة معها. حطيت لبن وثوم، وأحط شوية مايونيز، وأخيرا زيت زيتون. هلا رح احطه بالبراد لبكره، ونظف المطبخ على السريع، وخلص خالصين اليوم شغلي، وبنام. بكره ان شاء الله بدي اكمل، بكره بدي اعمل تشيز كيك على الاغلب ان شاء الله، ورح اعمل كمان كيك. خيرات من العجقه المعتاده عندي هيك دايما بعجق حالي لاخر لحظه، ما بعرف ليه. فجبت شويه اغراض فرجيكم هلا، اكتر شي متحمسه على هاد، كتير حابه اشوف شكله. وجبت هذا كمان عشان هلا نزين فيه يعني. شو كمان جبت؟ شوك. وهون الحماس هاد، خليني افتحه وافرجيكم. هلا هاد صاير صحنين وطابقين هون عندي، فبحط واحد هون وواحد هون. هلا على التقديم رح يطلع كتير حلو، لانه كمان اوريدي عندي بنفس اللون هيك كمان صحن خرج تقديم. وهي كمان شوفوا جبت هي للمحارم باللون الذهبي. يلا هلا رح نشوف كل شي مع بعض. خليني هلا احضر تشيز كيك على السريع، لانه ما ضل عندي وقت، الساعة 1:30 ودوبني لحق يعني. شي هون للتشيز كيك بدي بسكوت، انا جبت بسكوت اللوتس،
بيحصل يطلع اطيب. قطعت نص القالب زبده، رح دوبه وبعدين بدي احطه مع هذا البسكوت. كمان هلا رح شغل تحت اليالنجة، فرح احط لها هيك شوية مي، كاستين تقريبا. بسم الله. هلا رح احط لهم الزبدة اللي دوبتها. حاسة هلا بكفي. نفس الخلاط ما بيأثر، يعني هو بسكوت. رح احط علبة جبنة 200 غرام تقريبا، معلقة لبن واحدة بس هيك تعطي، اللي هي معلقة كبيرة يعني تعد معلقتين لتعطي حموضة، هي هيك أساسها لأنه تشيز كيك. علبة كريمة، وشوية حليب بودرة، حليب البودرة فيها كتير يعني بيطلع طيب، بيعطيها نكهة طيبة كتير. هلا حطيت البسكوت بالجاط البيركس، هذا الجاط بفوت على الفرن وبفوت على البراد، لهيك حطيته فيه. وبعدين رح اسكب فوقه خلطة التشيز اللي حطيناها. رح دخلهم على الفرن دقيقتين 3 بس، مو كتير، بس لهيك يتماسكوا مع بعض. وبعدين رح احط لهم الخليط الثالث اللي هو فريز وهيك شغلات، ودخلهم على البراد. لازم يضلوا بالبراد 4 ساعات، وانا مو ضايله عندي. تشيز كيك صار متماسك، شوفوا ما احلى قوامه، هيك لازم يكون. حطيته حوالي 5 دقايق بالفرن، وما كان كتير سخن الفرن، يعني على الحرارة هيك واطية. هلا رح احط له المربى الفريز، وما رح كتر مشان ما يطلع يعني هيك كتير حلو، ورح زينه بهدول الفريز. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا رح احط، ما بعرف اذا سامعين صوت الجلاية يعني كتير عالي يمكن. هلا انا غلطت، هلا فهمت شو غلطتي، اني انا لازم تركته يبرد اكثر من هيك. هلا هو متحمل، بس يعني المفروض اني اتركه يبرد وبعدين احط هي الطبقه. بسم الله الرحمن الرحيم. هي لما الواحد هيك بينعجق ببلش التخبيص. يلا. هلا انا يعني ليكو الصراحه ما فتحت قناتي لحتى اعلمكم، وانه انا الست البيت الممتازه والشطوره كتير. انا عم بتعلم انا وياكم، يعني فتحت بس لتشوفوا انه كلنا مثل بعض. نحن لانه عن جد كلنا مثل بعض. هلا خليني احط الفريز. لا هيك رح ينخبصوا، رح احط الفريز بعد ما يبردوا تماما، اخر شيء رح خليها اخر مرحله. شوفوا ما احلى الفريزات كيف عم يلمعوا. وهلا بعد ما خلص هذا اليوم الحلو، خلينا ندردش شوي وجاوب على أسئلتكم تتعرفوا علي أكتر. سبحان الله هذا اليوم كان كتير حلو. أنا أول مرة بحياتي
بعمل شي هيك سبيشال بيوم عيد ميلادي. بالعادة ما بحتفل، ما بعمل هيك أجواء صراحة. ممكن حدا يتذكرني بهدية، ايه حدا انه يتذكر انه هذا ايه بس عيد ميلادي، بس انه انا اعمل جو. والله ولا مرة، اول مرة بحياتي وعجبتني. عجبني الموضوع يعني. حبيت اللي صار اليوم. هو بالأساس أنا كنت ناوية أعمل جمعة بإذن الله، قلت بس ليوصل جوزي بخير وسلام حابة أعمل يلنجي ونادي لرفقاتي هيك المقربين وناكل يلنجي. يعني الأساس هو اليلنجي. تمام. بعدين عم قلها لبنت عمي بتعرفي إنه بيوم الجمعة بيكون كمان بيصادف يوم عيد ميلادي، إنه بهذا اليوم خلقت. فهي طشت الخبر هون، فعرفوا يعني إنه يوم عيد ميلادي وإجوا. وعن جد كانت جمعة كتير حلوة، كنت حابة أعمل هيك أكلات وشغلات، بس ما كجو عيد ميلاد، بس يعني زبطت، ما بعرف هيك زبطت الأمور وطلع اليوم كتير حلو. المهم خلينا نفوت بالمهم، تعالوا نتعرف علي أكتر. حفظت الأسئلة، فتت على المنتدى هلا، حفظت الأسئلة بمخي وإن شاء الله رح أتذكرهم. أول شي سألتوني أنا من وين، وكتير بيجيني هذا السؤال، هذا السؤال الوحيد اللي بنسأل فيه على القناة. في ناس بتقلي أنت أردنية، في ناس بتقلي أنت فلسطينية، وأنا بتشرف كون من الاتنين، لأنه بالنسبة لفلسطينية جوزي فلسطيني وأولادي فلسطينيين، ف أكتر من هيك ما في. وبالنسبة للأردن، ف جوي وأجوائي الأردن. يعني جد كتير بتفق مع بنوتات الأردن، وبحس هيك، بحس حالي كأني يعني كأنه أصولي أردنية، هيك إلي عروق أردنية ما بعرف. فسبحان الله كتير بتفق معهم، حتى يعني عندي الرفقات اللي كتير هيك مقربين مني من الأردن، جوي وأجوائي هدول. فعن جد بتشرفكم كونوا من الاتنين. بس أنا من وين يا حزركم؟ أنا سورية من محافظة الجولان. والجولان على فكرة صايرة، طبعا هي محافظة سورية ولكن صايرة بين الأردن وفلسطين. فكمان إذا بتلاحظوا على اللهجة يعني هيك خبيصة، بس عشت طول عمري وتربيت وخلقت أنا وأهلي بالشام، فصايرة هيك لهجتي شوي من جوزي فلسطيني، شوي من رفقاتي. أنا المصطلح اللي بيعجبني خلص بضمه لقاموسي وبحكي فيه، بحس هيك معبر كتير، خلص باخده هذا المصطلح وهيك والله. هي أنا من وين. كمان سألتوني كم أخت عندي أو أخ، ما بعرف. عندي أخت وحدة، تقى، الله يخلي لي إياها يا رب. محرومة من الناس اللي آه صار لي تقريبا بدكم تقولوا شي 6 سنين محرومة من أختي ومن أمي ومن بابا ومن أخي الصغير. وأخي الكبير عايش معي صار له 2 سنين يعني التقيت فيه. كمان شو سألتوني؟ رحت على المنتدى على الأسئلة ولقيت سؤال هيك عميق بده تفكير الصراحة، بس أنا المفروض إنه بكرة ينزل الفيديو فرح جاوب عليه هيك باللي بيجي على بالي. كاتبتلي شو أهم شي بتمشي عليه بحياتك أو مبدأ. هلا لكون معكم صريحة، أنا حدا مزاجي، يعني ما في شي هيك محدد ماشية عليه. اليوم ماشية باتجاه أحاسيسي، شو بيقولولي بكرة خلاص بحس حالي صرت العقلانية، يعني بمشي بعقلي. ولكن بالإجمال يعني إنه المهم إنه أعمل شي ما يزعل رب العالمين مني، المهم ضمن يعني هذا مبدئي بالحياة، أو هذا الأساس اللي ماشي عليه، إنه شي ما يزعل ربي مني ضمن مرضاة رب العالمين. أيوة هي ضمن مرضاة رب العالمين. ولكن إذا اجينا لصفة معينة أو شي معين واحد، ما بعرف هلأ أجاوب عليه، ما بعرف يعني ما في شي ببالي بصراحة. ممكن مع الأيام يكون أنا أساسا في شي مبدأ بحياتي متبعته، ممكن لاقي واحكي لكم عليه.
في كمان سؤال كتير مهم. قالت لي صبية إنه لما تكوني عايشة بحالة اكتئاب ومتراكم عليك شغل البيت شو بتعملي؟ فأنا هذا السؤال كتير عجبني وصاير معي وعشته بفترة من فترات حياتي، لهيك رح أعمل عنه فيديو كامل بحيث إنه في كتير ناس رح يستفادوا. وأنا بوقتها لهديك الفترة بتمنى لو كنت لاقي هيك شي هيك فيديو هيك فيديو، مو هيك الجملة، إنه هيك يعني. وهلا بنجي للسؤال الجوهري، قديه عمرك؟ والله قال عمري 27 سنة. تمام، بس أنا هيك بعقلي الباطن بتفكيري من جواتي ما بحس إنه عمري 27 سنة. بحس إنه إذا حدا بيقلي إنه أنت فتي بالعشرين إنه شغلة كبيرة. يعني أنا لما كانوا يقولوا إنه بس تصير بالعشرين كنت أحس إنه أوه 20 أو 25 خلص بحس حالي إنه كبيرة كتير. بس أنا قال صرت 27، ما بعرف كيف الأيام هيك ركضوا وصرت 27 سنة وسبحان الله ما بحس أبدا إنه هالقد عمري. هلا خلينا نجاوب على آخر سؤالين ثلاثة هيك على السريع. أنا وين عايشة؟ ساكنة بتركيا. قدي صار لي حوالي فوق 5 سنين. عندي كم ولد؟ 2. عندي إسلام وسليم، الله يحمي لي إياهم ويبارك لي فيهم ويحمي لكم أولادكم يا رب. كمان سألتوني على جوزي شو صار معه. إن شاء الله بالفيديو الجاي رح أحكي عن هذا الموضوع بشكل مفصل وأكثر بإذن الله. وبس سوايا لهون بكون وصلت معكم لنهاية فيديو اليوم. إن شاء الله يكون عجبكم، ولو إنه الفيديو مو من نوعية الفيديوهات اللي أنا بالعادة بقدمها، بحب يعني أقدم شي فيه نصائح، شي فيه فوائد أكتر، ولكن هالفيديو مثل ما تقولوا رح يضل لي ذكرى بهاي القناة. وما تنسوني من دعواتكم الحلوة، وإن شاء الله يا رب لكم كل شي بتحلموا فيه وبتتمنوا يا رب، وضلوا بخير دائما، والله يسعد لي إياكم جميعا. وحاجتي حكي. ومع السلامة، تصبحوا على خير.